سيدتي يا أم المصائب، سيدتي يا زهراء، أستأذنك مرة أخرى وأقول بأنه يوم أحد من الأمور التي كسرت قلب الزهراء أنها رأت ضربة الأعداء جاءت على رباعية النبي فكسرت رباعيته. تعرف شو يعني الرباعية؟ يعني السن والأسنان في مقدم الفم، هاي أسنان يسموها الرباعية، كسر سن من أسنان النبي يوم أحد. جاءت الزهراء تمسح الدماء، ولكن سيدتي يا أم أبيك، أقول زينب أيضا رأت رأس الحسين. هاي رواية يقول الشيخ التستري في الخصائص: يزيد بيده العصا يضرب ثنايا أبي عبد الله. الثنايا يعني الأسنان، وهي القائلة في خطبتها في الشام: منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، سيد شباب أهل الجنة، تضرب ثناياه أو تنكس ثناياه بمخصرتك. يعني الزهراء شافت النبي يضرب على أسنانه، وزينب شافت الحسين يضرب على أسنانه بتلك العصا. ولكن أقول يا زهراء، الفرق بين هاي المصيبة عندك وعند زينب بين الأرض والسماء. يا زهراء التفتوا، رأيت النبي يضرب على أسنانه، لكن رأس أبيك النبي على بدنه. لكن زينب لما شافت العصا تضرب أسنان الحسين، كان الحسين راس بلا جسد أمام يزيد ابن معاوية. عرفتم إذن عندما نقول زينب زينب زينب، أي زينب هذه؟ عرفتوا الآن من هي زينب؟ سألت ربي عن وصفها فقال: هي زين أبيها علي. سألت محمدا عنها فقال: هي مظهر أمها الزهراء. سألت عليا عنها فقال: هي خديجة الكبرى. سألت الحسن عنها فقال: زينب الباكية على احتراق كبدي. سألت الحسين عنها فقال: هي شريكتي في ثورتي وأخص نوابي. سألت عنها السجاد قال: هي العالمة الغير معلمة. سألت الباقرة عنها فقال: هي الفهم الغير مفهمة. سألت السماء عنها: أتعرفين زينب أيتها السماء؟ قالت: نعم نعم أعرفها، زينب أشد ارتفاعا مني. سألت الأرض عنها قالت: زينب أشد صلابة. سألت الجبال عنها: أيتها الجبال أسمعت بخبر زينب؟ قالت: نعم زينب أشد شموخا. سألت الشمس: أتعرفين زينب؟ قالت: زينب أشد ضوءا. سألت القمر: أتعرف زينب؟ أسمعت عن زينب؟ هل رأيت زينب؟ قال: نعم زينب أشد نورا. سألت عنها أمواج البحار: أتعرفين زينب؟ قالت: نعم هي أشد عنفوانا وثورا. سألت الطيور في الهواء: هل أتاك خبر زينب؟ فصاحت: نعم نعم نحن نبكي على مصابها. سألت كربلاء عنها فقالت: هي الصابرة المحتسبة. سألت عنها الكوفة قالت: هي الخطيبة البارعة. سألت عنها الشام، شام الشؤم، قالت: نعم أعرفها، تلك التي فضحت فرعون الشام وقالت: كد كيدك واسع سعيك
وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي بين السماء والأرض أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يا أهل العالم لقد ظهر المهدي من آل محمد فيصرخ الحجة يا لثارات زين أبيها، يا لثارات